مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني وبتوحشوني كتير. بغيب عنكم غصب عني، بقى في ظروف. المهم كل سنه وانتم طيبين. الاعياد على وصول، يعني العيد الفطر المبارك والعيد القيامه. كل سنه وكل الشعب المصري بخير. وبما ان احنا اليومين دول في موسم ورق العنب، فانا قلت اجيب اخزن شويه ورق عنب. طريقته سهله وبسيطه جدا، ادخلوا عندي على القناه هتلاقوا الطريقه بالتفصيل. فانا دلوقتي هقوله ايه فيديو قصير كده، ايه لان انتوا لو دخلتوا عندي اللي متابعين معايا في القناه عارفين انا عملته ازاي المره اللي فاتت، بس هقول الطريقه بكل سهوله وبسرعه. اول حاجه انا جبت الورق. طبعا هو موجود في السوق دلوقتي، في ب30 وفي ب40 وفي ب50 كمان، يعني مش كل السوق سعر واحد. تمام. بس زي ما انتم شايفين الورقه جميله وطريه وناعمه وحلوه. انا سلقته في ميه. انا طبعا جبته ورصصته وسلقته في ميه. الميه اول ما تبتدي ان هي تغلي بحط ليمون، عصير ليمون، وبحط زيت. زيت ليه؟ عشان يخلي الورقه بتلمع، وتيجي تشديها وانت بتحشي تلاقي الورقه بتطلع بورقتها، مش تلاقي ورق لازق في بعضه وتقعدي تتعبي على ما تشدي الورقه وترصصي ورقه. لا، ميه تغلي، حطي عصير ليمون، حطي زيت. تمام، رشه زيت كده خفيفه. وزي ما انتم شايفين اهو في الصينيه انا سلقته، ما بياخدش وقت على فكره خالص. طلعته في مصفى بس كده يصفي الاول الميه السخنه بتاعته، ورصيته في الصينيه زي ما انتم شايفين عشان يبرد. صينيه كبيره عندك. وبعد كده احطه في اكياس بيضه نضيفه بتاعه التلاجة، وحطي بقى قد الوجبه بتاعتك، يعني قد الحله اللي انت بتعمليها في الغدا. تمام. سهل خالص. وبعدين ده معشوق الجماهير ورق العنب، مين فينا ما بيحبش محشي ورق العنب؟ انا عن نفسي بعشق حاجه اسمها ورق عنب. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الشعب المصري كله. لو عايزين طريقه بالتفصيل وتشوفوني انا كنت بعمله ازاي، ادخلوا عندي على القناه، قناه عالم دودو. هتلاقوا طريقه بالتفصيل، اكتبوا في البحث طريقه تفريز ورق العنب من السنه للسنه. عايزه اقول لكم ان انا لسه عندي من السنه اللي فاتت، بس انا بحب اجيب كده اعمله طازه، يعني استخدم القديم واجيب الجديد. تمام. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي وبخير. ما تنسوش لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. باي باي، هتوحشوني.